ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده عملنا الفطير الفلاحي. عملناه بطريقه سهله وبسيطه. وكان طالع جميل وريحته حلوه بصراحه ربنا، عشان كنت عاملاه بحته زبده فلاحي، ما كانش عندي قشطه. عملته حبه منه في الطاسه، وعملت حبه منه في الفرن، دخلته سويته في الفرن. الطريقه اللي تريحك اعمليها، سواء تعمليه في الطاسه او تعمليه في الفرن. بس انا عن نفسي حبيت الطريقه اللي هي بتاعه الطاسه. كان طالع مورق وكان طالع طري وجميل. النهارده بقى عملنا جنبه عسل وجبنه قديمه. يلا بينا بقى نشوف هنعمله مع بعض ازاي. ده كان عندي كيلو الا ربع من الدقيق، حطيت عليه رشه ملح ومعلقتين سكر، وعندي ميه بقى دافيه اهي، كوبايه ميه للعجن على حسب ما العجينه تلم معاكي. وهنا بقى الزبدة كانت ميكس ما بين سمنة سايحة ومعلقتين زبدة فلاحي بيضة وزبدة صفرا. اللي عندك موجود اعمليه، سواء عندك زبدة صفرا وسمنة سايحة اعملي. عندك حتتين قشطة كده في الفريزر مركناهم من وش اللبن، اعملي بيه. وحطي بقى الدقيق، المية على الدقيق، ونعجن بقى مع بعض كده. بعد ما العجينة لمت معايا، انا كنت غاسلة الرخامة وغاسلة ايدي، هحطها بقى على الرخامة عشان عايزة عجن كده بقوة شوية، عشان العجينة تطلع ناعمة وطرية كده معاكي، الملمس بتاعها كويس لحد ما تتأكدي ان انتي عجنتيها كده عجن جامد. كده بعد ما عجنا كده العجينة على الرخامة جامد ولمتها، ملمسها طري ازاي وطرية. هحطها بقى في الطبق واحط عليها شوية زيت واسيبها كده. بعد ما كورت العجينة سبتها ترتاح 10 دقايق. لما سبتها ترتاح 10 دقايق هنبدأ بقى نفردها كده. بعد ما فردتها على الصينية هحط لها بقى الزبدة، وبعد ما احط لها الزبدة كده امسكها برومها كده، ايوه، وبعدين تلفيها، تجيب الطرف ده كده وتلفيها زي الكحكة كده، وتسيبيها ايه ترتاح. لما تسيبها ترتاح هنسيبها تريح 10 دقايق وبعدين ترجع كده. انا بططتها وحطيتها دي في الطاسة. هعمل في الطاسة جزء منهم، وهعمل برضو في الفرن، هدخل الفرن اسوي. الطريقة اللي تعجبك اعمليها، طريقة الطاسة او طريقة الفرن. دي انا بططتها وحطيتها في الصينية وهدهنها سمنة وادخلها الفرن تستوي. الحاجة اللي تريحك اعمليها، الطريقة اللي تعجبك فيهم اعمليها. هوريكي دي واوريكي دي.